في أغسطس 25 الأهلي ما بيقفش على حد أكرم. هو ده طريقة رد الجميل بعد ما عالجناك وقفناك على رجلك. وخلي بالك اللي بيخرج من الأهلي صعب يرجع. في أغسطس 26 نورت بيتك يا مفاسة، ابن النادي اللي ضحى من 600 ألف دولار من مستحقاته في نادي الشمال القدري، ورفض ملايين الدولارات من بيراميدز عشان يرجع الأهلي. ما عنديش مشكلة من منظور الاحتراف ان انت لعيب يخرج ويرجع مادام ما عملش مشاكل، يعني مادام الفرقة محتاجاه. عندي مشكلة في ان انت طول الوقت عايز تثبت انك صح. لما بيمشي انت صح، ولما بيرجع انت صح. ف بيبان ان غير ان انت متناقض بيبقى شكلك عبيط، يعني بيبقى مالكش كلمة. ما عنديش اي مشكلة ان انت يعني اصل هو احنا نمنا صحينا لقينا اكرم رجع الاهلي، حتى ما كانش فيه اي كلام، ما فيش صحفيين سربوا، ما فيش اي تمهيد للصفقة. صحينا لقينا ان الاهلي تعاقد مع اكرم لمدة 3 مواسم. اكرم ده وهو ماشي اتشتم من جمهور الاهلي قد كده. الناكر الجميل اللي مش عارف إيه. هو الراجل راح خد $1,000,000 في الشمال القطري، خد 50 مليون جنيه عمره ما الاهلي كان هيديها له. واللي مخرجه واللي موديه اصلا نادر شوقي اللي هو معجون اهلي، الايجنت اللي هو اصلا هو اللي بيقول يعني ان هو اللي خلص صفقة زيزو في الاهلي. لكن هو مفيش ايجنت يعني اهلاوي وزملكاوي، كل الايجنتس بتاعت مصالحهم، يعني كل الناس في الدنيا بتاعت مصالحها مش الايجنتس بس. هو شاف مصلحته ومصلحة اللعيب بتاعه، ان هو عمرك ما هتجدد في الاهلي السنة اللي فاتت بالرقم ده، فطلعه. مشكلتي بقول لك في تعامل الجمهور مع ان هو دايما عايز يثبت ان هو الصح في كل حاجة. ما انا بقول لك احنا صحينا لقينا الصفقة تمت، فانت كلجنة او كصفحات او انت مطالب دايما تبرر تصرف الاداره وتثبت للجمهور ان هو الصح. وللاسف الفكره دي انتقلت العقل الجمعي في الشارع والكل الاهلاويه. فانت اي حد اهلاوي معاك في الشغل ولا تعرفه ويقول لك صح ورجع ويحاول دايما يثبت لك انه صح، مع انه عادي جدا ان انت كجمهور تقول لا انا مش موافق على الصفقه، عندي تحفظ عليها، بس تمام. ولا الاداره رجعته هعمل لها ايه يعني انا رافض الصفقه بس الاداره رجعته، انا مالي؟ انا واحد جمهور زي ما الزملكاويه احنا مش راضيين عن قرارات الاداره في معظم الحاجات اللي بياخدوها وبيعملوها، بس هنعمل ايه؟ هم دول اصحاب القرار. فمش لازم ايد الشيء ونقيضه طول الوقت عشان اثبت انا الصح. مش دي فكره الكوره اصلا.